ايوه وخايف يحرك راسه عشان شربت. الله عمال يعمل كده والله عضل بالعافيه والله. يا مساء الفل عليكم، معاكم حلقة جديدة من برنامجنا الجديد جرب مع الدولي، ومعانا ضيفنا الأولاني مستر شندو سابقا. خدت بالك؟ جدا بس بقى احلى قمر جدا والله العظيم. الله أكبر، بص الله أكبر، الشعر الابيض ده برضه بيجيب. تحية يا جدعان لشندو يا جدعان، وربنا منورني أقسم بالله حبيبي. ومعانا الضيف التاني بتاعنا النهارده نجم بورسعيد يا جدعان. مش عايز اقول فيه نجم حاجه كده بس مش هقولها دلوقتي، طبعا انتوا عارفين هتبقى نجم ايه في الكومنتات. عماد محسن يا جدعان منورنا برده ومشرفنا، مرحب بيك عمده، والله العظيم نورني. سقف لنفسك يا عم، في ايه؟ لازم الواحد يحب نفسه. حلقه النهارده عن اجمد مانجا في مصر، وبالخصوص حته الدي ال يا معلم. فاحنا النهارده هنبهركم. النهارده انا مختار ليه عماد ومختار ليه شندو، راجل خبره في الوقوف في الاستورات، والراجل نفس الكلام، فهم داقوا اوريدي الحاجات دي، عارفينها وحافظينها. فاصلا احنا قبل التصوير واحد صاحبنا كده كان بيعرضها، بيقول لي انا هكسب، انا مش عارف ايه، انا ممكن اراهنكم، انا مش عارف فاهم. ما تقول يا عم اللي كنت مراهننا، انا ساكت ما عنديش مشكله ان اراهن قدام الكاميرا عادي جدا. لا انت اللي قلت بعضمه لسانك ايه؟ انا مستعد اراهن. ايه؟ انا مستعد اراهن. شوف انتوا لا انت قلت انا عندي استعداد اعرف الخمسه، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. خمسة بالخمسة كده. وما حصلش وما عرفتش الخمسه ايه؟ اي حاجه انا معاكم فيها. عشوة النهارده قصر يلا الكبابجي. بينا. ماشي قلبك جايبك. يلا بينا. خلصنا. منظر وحش قوي. هنعرف الكلام ده في اخر الفيديو، خليكم شاهدين على كلامه. وبما اننا هنجرب دي ال النهارده، فمفيش انسب ولا احلى ولا اشيك من اجهزه فوبو الجديده، الدراج اس 3 والدراج اكس 3. كل واحد فينا هيستخدم الجهاز على الكويل بي ام بي اكس اللي احنا عارفينه، واللي بيديني احلى فليفر. جربته اكتر من مره وبصراحه عجبني. ليه اخترنا النهارده الدراج اكس 3 والدراج اس 3 من فوبو؟ لان هم بالنسبه لي الاقوى في مستوى الفليفر، وبالنسبه لي اللي بيدوني كل التفاصيل، واللي مش هيخذلوني برضو قدام الضيوف. لان الجهاز الدراج اس 3 لوحده بطاريه 3000 ملي امبير بتديني في الشحنه الواحده 500 باف. مفيش جهاز بطاريه داخليه هيديك الاداء ده في تجربه دي ال. وبرده معانا الدراج اكس 3 الشاشه التاتش والاداء والحركات والاوبشنات والشغل الفاخر على الاخر. بطاريه 21700، بطاريه 18650. انت حر تركب له اي بطاريه انت عايزها. الجهاز هنا شاشه تاتش، الجهاز هنا الشاشه عاديه. والاهم من كده ان احنا مستخدمين الكويلات البي ام بي اكس اللي بالنسبه لي من اعظم الكويلات اللي انا جربتها في حياتي في تجربه الدي ال، وبصراحه كمان في تجربه ام تي ال هكلمكم عنها ولكن قريب قوي. جبنا تنكات كتير عشان النهارده الحلقه مليانه حاجات كتير وتجارب كتير. وقبل ما نملى التنكات دي ونبدا التحدي بتاعنا، عايز اعرفكم معلومه سريعه. عندنا واحد هيفوز بجهاز دراج اس 3 من الفيديو بتاعنا النهارده، هيتم اختياره بشكل عشوائي من الكومنتات. فما تنساش بقى اللي يكون عامل اللايك بتاعك والسبسكرايب، وهنختار واحد من الكومنتات يجرب الجهاز بتاع الدراج اس 3 الجديد. والاهم من كده عايز اعرف منكم انتوا ايه رايكم في كويلات بي ام بي اكس الجديده، والاهم من كده راي الضيوف. يلا بينا. ايه جربت البي ام بي اكس قبل كده؟ اكيد طبعا. ايه رايك؟ لا اداؤه مختلف تماما. بامانه والله. لا طبعا فليفر مختلف. البي ام بي اكس بيقول ايه؟ فرق شاسع ما بين البي ام بي العادي والبي ام بي اكس. البي ام بي اكس هيجيك انت جبت الخلاصه يا جدعان. الناس اللي جربت البي ام بي القديم اقسم بالله كان حته كويل، يعني اله اللي صنعه يتص في عينيه. فمعانا الجهاز الاولاني لمستر شندو، اتفضل يا فندم، ومعانا الجهاز الثاني لمستر عماد محسن، وهنجرب نفس الفليفر من نفس المقاومه ونفس الاداء، واحنا مش عارفين ايه اللي داخل لنا. والله ما عارفين. عارف نفسك عشان المراهن وربنا كان عايز يديله فلوس عشان يبعت له بس الحاجه على الواتس. انت ايه متوقع ايه؟ بعون الله هنشوف احسن مانجا موجوده ايه، عشان انا اصلا امبابه وفكهاني. الله يا ربنا حلوه. فكهاني وبحب المانجا. الله عليك يا فكهاني. جبنا اكتر 5 لاينات مشهوره وانا بحبها والناس دي بتحبها والراجل ده بيحبها، وسالتكم في بوست على الفيس، سالتكم ايه اكتر مانجا عايزينها او ايه اكتر مانجا بتحبوها، وانتوا اللي اقترحتوا لنا المانجا دي. جبنا لكم سكر بانش، فيب ستيشن، اي فيب، وجبنا شابي، وجبنا سبرينكلز. 3 نفس التركيز. بالنسبه لي اجمد من بعض على فكره. قبل ما نبدا الفيديو كل التقدير والاحترام
الاحترام لكل المصنعين، وهنا هنتكلم وهنوضح الفكره ولكن بصيغه مختلفه، مش ريفيو لليكويد. احنا النهارده بنتكلم وبنعرفكم ايه حلو في ايه، هو ده الهدف من البرنامج بتاعنا. وما تنساش قبل الحلقه ما تبدا، عايز الفيديو ده يوصل ل1000 لايك، عايز الفيديو ده يوصل شير لاعلى مستوى، وهسالكم كام سؤال في الفيديو، عايز برضو اجابتكم معايا وتشاركوني في الكومنتات. ال5 ازاز دول هيتشالوا من قدامنا دلوقتي وهتخش لنا التنكات. وعلى فكره احنا صارفين والانتاج عالي قوي، فعلوا الريتش وعلوا التفاعل، انتاج عالي صح جدا. انت شفت كميه تنكات احنا قاعدين صارفين صرف بيحصل هنا. يا باشا في تصرف، احنا بنضيع عشان كنتوا والله عشان تنبسطوا. كنتوا. قبل الحلقه ما تبدا انا عايز اسالكم سؤال، احنا دلوقتي هنجرب اكتر من فليفر وكلهم متشابهين قوي، هتفصل ازاي او بتحب تفصل ازاي بالنسبه لو انت بتجرب اكتر من حاجه في نفس الوقت؟ انا بالنسبه لي انا بحب افصل من كوبايه القهوه. كوبايه قهوه مش بتشم قهوه؟ لا كوبايه قهوه اشربها. كلام جميل. وانت؟ ما هو على حسب، يعني انا بفصل بالفليفر اللي انا بشربه في الطبيعي، لان انا دايما شربي توباكو هيد، كلام جميل. فبفصل بالفليفر اللي معايا. ماشي. لو الدنيا بقى خلاص قريبين من بعض فبفصل طبعا بكوبايه قهوه. تمام. انا كل مره بفصل بالقهوه، ولكن بما ان ده دي ال فانا هفاجئكم وهشرب ديسبوسيبل دي ال ولكن ليمون نعناع، انا بفصل بيه بقى في الدي ال بالذات، وده لذيذة. هيختلف 180 درجه. فكرة كل مره بنسال السؤال ده للضيوف بتوعنا عشان برضو نعرفكم كل واحد والخبره بتاعته، كل واحد ويقدر يفصل ويتحكم ازاي ويقدر يفصص الفليفرات ازاي. فاحنا برضو لما بنسال السؤال ده احنا مش بنختبر الضيوف، ولكن عشان انتوا تستفيدوا. وده خلينا اول تانك يا معلم، فهنبدا نشيل التنكات بتاعتنا، يلا بينا ونركب التنكات الجديده وهنجرب ونشوف بتقول ايه. التلاته نفس المقاومه، التلاته نفس الفليفر، وكل واحد هنجرب ونقول. ولكن قبل ما نجرب وقبل ما نتكلم وقبل ما ندوق الفليفر ده ونقيمه ونقوله، عايز اسالكم سؤال. احنا بالنسبه لنا كتوب 1 مانجا هي ناستي، او كمتعارف عليه ان هي ناستي. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الفي سي تي وقيمنا اللاينات بالنسبه لقربها من الفي سي تي. هل شايفين في المانجا بتاعتنا هل تستحق ان احنا نوصلها او نقارنها بالناستي، ولا نقارنها بالنسبه لحلاوتها او بالنسبه للمانجا الاورجانيك؟ فاحنا عندنا اوبشنين دلوقتي هسالكم فيه وانتوا اصحاب القرار، نقيم بالنسبه للناستي ولا نقيم بالنسبه للاورجانيك اكتر؟ رايك؟ انا مش حابب ان انا اقارن المصري بالبريميوم، مش قصدي اكيد ان المصري وحش، ولكن انا بحب ادي كل حاجه حقها ومكانها. تمام. فانا هقارنه بالمانجا الطبيعيه اللي احنا بناكلها عادي، المانجا اللي هي الفاكهه، المانجا الاسماعيلاوي اللي ايه الاقرب للفاكهه بالظبط. كلام جميل. وانت يا معلم؟ انا نفس القصه، انا ضد فكره ان احنا نقارن البريميوم بالمصري، بس هو الفكره كلها ما دام احنا جبنا سيره الفواكه وجبنا سيره المانجا يبقى هنقيم ان هي مانجا اورجانيك بالفيب احنا نجرب فيه. كلام جميل، وانا معاهم واتفق في هذه الفكره جدا. ولكن في الحلقه دي في حاجه مختلفه، بما اننا هنجرب دي ال وفي شبوره عاليه، فالحته بتاعت التجربه ديت احنا هنسرعها شويه. تمام، يلا بينا. المانجا دي فيها سنه ايس مبدئيا كده، يعني خدت بالي من الايس اللي فيه اكتر ايه، بس مش ايس اللي يضايق، مش سوبر كول، هو ايس خفيف. مع اننا متعمدين خلي بالك ان كل اللاينات ما فيهاش ايس، يعني مش جايبين اللي فيه ايس قوي. السوليد هيت عجبني، السوليد هيت عجبني. المانجا في الاول قويه بس بتروح في البف بعد كده، فدي مش دي حاجه سيئه. انا مش عارف احدد هل عشان بناخد بفات ورا بعض ولا هي فعلا كده. يا باشا الكويل بي ام بي اكس ما بيعملش الكلام ده. كويل بي ام بي اكس انت بقول لك تشرب عليه 100 مللي ليكويد، اشرب 10 ورا بعض هتلاقي نفس الفليفر نفس كل حاجه. لا بس طعم المانجا فيها واضح قوي. انا مبسوط بالبدايه، مبدئيا انا مبسوط بالبدايه دي. كلام جميل ماشي، وانا مبسوط انا كمان. بس الايس ادى سنه كده مش حلوه. البفات اللي ورا بعض خلى المانجا في حته تانية خالص. لا ايه البتنجان بالظبط حرفيا. يعني ميزه ولا عيب دلوقتي؟ لا هي ميزه حلوه جدا يعني. كلام جميل، بس احنا مش متارجتين اصلا فكره. لا احنا مش إن في متارجتين الايس، بس هو كلام جميل. هو مش وحش الايس، انا عاجبني، ولكن الحته دي هي بس الفليفر انا بحس ان هو بيروح في الاخر. مش عارف ليه. هنشوف برضه خلي بالك لما نجرب النت التانية هنقدر نحدد. انت ايه؟ لا بالعكس معانا الفليفر ثابت معايا الاخير بف. كلام جميل. استنى كده. ثابت بس بيجي في الاخر كده وبحسه هوا
فاهم، بحس فراغ كده عاطفي بيحصل في الفليفر. ايه رايك يا باشا تحليلك للفليفر والازازه والليكويد ده؟ الافتر تيست بالنسبه للايس مخلي المانجا عامله ميوت شويه، يعني هو الايس عالي شويه، يعني المفروض يقل شويه في الايس. كلام جميل. لو الايس قل هيبقى المانجا واضحه جدا، وده رايي فيه. كلام جميل. وانت؟ انا بالنسبه لي انا عاجبني فليفر جدا، لكن مش فليفر المانجا اللي بتاكلها. تمام. هو فليفر ممكن العصير والقصص دي كلها، لكن انا مبسوط من التجربه بتاعته. ماشي، هو برضه هو حلو بالظبط، ما عنديش مشكله في القصه دي. كلام جميل. ولكن ممكن الايس بعد كل كذا بف ورا بعض بيضايقك شويه كواحد ما بحبش الايس. الناس في ناس بتحب الايس عادي جدا، لكن انا مثلا واحد مش بحب الايس، فبالنسبه لي ممكن اتضايق منه مع اكتر من بف ورا بعض. هو فليفر حلو بالنسبه لي برضه، ولكن انا حته الايس الزياده اللي فاجئتني ما كنتش متوقعها دي بوينت في حقه، مش بوينت ليه، فاهم حاجه؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، فكره ان الفليفر قوي في البدايه ويبدا يروح منه ويقل مع طول البف، دي برضو مشكله وملهاش اي علاقه بالكويل. ان انا بجرب على كويلات توب 1 في حياتي، بالنسبه لي اقوى كويلات جاهزه انا بستخدمها وبستعملها، والكويلات الرائجه والمنتشره والتوب 1 بالنسبه للعبد لله. تقييمك لللاين ده كام من 10؟ تقييمك لللاين ده كام من 10؟ هل عندكم اجابه جاهزه؟ جاهزه. عندك اجابه جاهزه؟ جاهزه. احنا هنقيم التقييم ده، مش تقييم اللاين ولكن تقييمه لقربه من المانجا الاورجانيك. فهعد لحد 3 ونقول مع بعض سوا. ار يو ريدي؟ ريدي. 1 2 3 7 8 5 7 8. هنا قريبين، مع ان هو اكتر واحد كان معجب بيه، يعني هو كان معجب بيه اكتر مننا واداله 5. سبحان الله. ما هو بسبب نقطه الايس. ماشي. انا دي اللي مضايقني في القصه كلها. كلام هي مضايقانا كمان، انا كنت هديله 8 بس لو هو كنت هي نقطه الايس كانت عاجبه شندو، خلي بالك. انا كنت مستني اكتر في ليفر اكتر، كلام لكن جميل. الافتر تيست دلوقتي يعني انا كنت لسه هديله 7. آه. الافتر تيست دلوقتي اللي في بالي لا، ما حاسس ان في افتر تيست غريب شويه. كلام جميل. وانت؟ انا ايه اللي خلاني في اخر لحظه قلت 8؟ عشان خاطر انا لغايه دلوقتي حاسس بطعم المانجا في بقي. الافتر تيست بتاعه ممتاز جدا. كلام جميل. احنا قيمنا 5 7 8. توقعك اللاين ده لاين ايه؟ توقعكم ها؟ انا محتاج بين لاينين. محتار بين لاينين، ماشي. ايه هما؟ فيب ستيشن يا سكر بانش. ستيشن وسكر بانش. ارسلك على بره اول ما نشوف عشان اخد بف كمان. خد. ها جاي معاك ايه؟ هي مش غريبه عليا، بس هو انا متوقع احتمال كبير جدا فيب ستيشن. فيب ستيشن. تمام. انا بالنسبه لي عشان حته الايس دي فاجئتني، فانا هما في 2 برضو، بس لا ده ولا ده، بس مش هقولها لما اعرف من عماد. ايه يا عماد؟ بص انا لما كنت في جامعه كنت دايما بختار بين 2، ارجع في اختياري فببقى غلط، فانا قايل لهم ورا الكاميرا من قبل ما نبدا خالص ده فيب ستيشن. اول لما جربته ده فيب ستيشن، يعني ده فيب ستيشن، فانا هستقر فيب ستيشن. عماد فيب ستيشن والعبد لله فيب ستيشن. فيب ستيشن. انا بالنسبه لي يعني انت اللي جايب لي فيب ستيشن وقايل لك مش عايزينه ايس، ده بالنسبه لي مختلف 180 درجه، وفي الايس والليكويد ده انا حافظه 180 درجه، وافاجئكم دلوقتي. يا رب يطلع صح. انا بص السكه اللي انا بتكلم فيها، بص السكه اللي انا بتكلم فيها والله. بس الايس ده انا عارفه، اللي هو النوع الكول ده مش الايس سوبر كول. نوع الايس ده انا عارفه، جربته في كذا حاجه، فانا اي فيب بنسبه كبيره، لان هو الوحيد اللي انا اتوقع ان هو بيحط ايس في المانجا بتاعته. هو الفكره ان فيب ما جربتوش، دي المشكله بالنسبه لي كلها. كلام جميل. للأسف. ما جربتوش. ماشي، ده اخر كلام. اخر كلام. انا مش هرجع في كلامي. عايز اقول لك ان عماد وشاندو اتفقوا على لاين واحد وانت اختلفت. ما هو انا بقول تجربته، كل واحد بيقارن. حابب تراجع اختيارك؟ لا معاك الايس هو اللي مخليني عندي ثقه. محاولة أخيرة. لا الايس هو اللي مخليني عندي ثقه في الموضوع، خلي بالك، لان انا مش متوقع ان انا كله يبقى فيه ايس، وعارف فكره المانجا بتاعت علاء او الاي فيب ان هو بيحط تاتش ايس كده، وتاتش الايس ده ظاهر، هو مش سوبر كول، هنا ايس، فاهم حاجه؟ ده انت الآيس عارف بتاعها انا شاكك عالي. في مين بقى؟ ها؟ تشوبي بتعمل ايس عادي. انت قلت خلاص. انا قلت خلاص. لا مش هرجع فيها خلاص، حرمت من ايام الكليه خلاص. فيب ستيشن خلاص كده. ومعانا واحد اي فيب. يلا بينا اللي بعده، وقبل ما نجيب اللي بعده هات لنا القهوه يا اخويا. تعرف من الاخر. ده فيب ستيشن، تعرف ده فيب ستيشن من ريحته، في الاخر. من ريحته والايس بتاعه. الايس بتاعه بصراحه. وانا قايل لكم من قبل البتاع كله. انا لو دقت نفس الفليفر ده ونفس الايس دوت هحتار ما بين فعلا اي فيب و عشان ما تدوش ليه بقى؟ خالص. لان سكر بانش وسبرينكز مش نفس الايس بتاع فيب ستيشن واي فيب. سبرينكلز معروف، لا مش هقولها خلاص. سبرينكز معروف جدا. انا اتنين صعبه. انا وحش قوي. خليها لا مش بتكلم ادي القهوه جت. يلا بينا يا جدعان نفصل. انا برضو الديسبوس والدي ال بتاعي.
حوار المانجا بعديها قهوه ده موضوع يعني بجد يعني مش عايز حد يجربه ابدا في الحياه. يعني ليمون بالنعناع بيفصل، والقهوه هتكتم خالص، هتفصل الطعم 180 درجه. فنبدا نخش على المانجا اللي بعدها. انزل لنا يا عم بالمانجا اللي بعدها، انت ليه نسيني كده؟ بص هنا لونها عامل ازاي مختلف. هنا كان لونها مصفر سنه، دي اللي كنت بقول لك عليها، فاهم؟ وهنا لونها ايه، شفاف اكتر. هنا هتبقى فيه مفاجاه دلوقتي. انا حسيتها قوي اول ما شربت منها. حسيت حاجه غريبه. ها في ايه طيب يا عماد؟ احنا لسه ما دقناش. هو اول بف قال حاجه، فاهم قصدي؟ انا حسيت بفليفر مختلف عن المانجا التانية في اول بف. انت ايه الكلام؟ احنا لسه ما دقناش، انا لسه ما دقتش. عشان ده قاعد منسجم وبيجرب كده لوحده كده. بص سايبكم مع بعضكم الله عشان يسعدك. تجاوبوا الفارس صح، عشان يعرف يفصص اكتر مننا. ايوه ده انا عارفه ده انا عارفه اقرب للاورجانيك جدا. ومفيش ايس. مبسوط. مش انا غريب حبيت عليا. ده اكتر. مش غريب عليا. التاني حلو قوي 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 قوي. وهنا المشكله اللي كانت مقابلاني هناك، طول البف مع طول البف الفليفر ما بيروحش. عارف انت المانجا لما بتكون لسه نازله جديد الموسم بتاعها؟ اه ده اللي انا حاسه. اللي لسه ما استوتش، مش مصفر قوي، فاهم؟ بالظبط. الحتة دي. ماشي. السروت بتاعه جميل. المطلوب في الدي ال كلام مش مطلوب جميل. منك اكتر من مش كده. مطلوب اوفر. والايس في الدي ال مش ميزه، بالظبط. خلي بالك. انا مش مبسوط حاجة حلوة. مبسوط بالتجربه دي. فلا ده مبسوط هنا منه. هو ده المطلوب اصلا للفيديو ده. فكره الفيديو بتاع حصل. النهارده ان احنا عاملين مانجا مش ايس، مانجا عاديه بس. بالظبط. انت ايه رايك؟ متزن جدا بالنسبه للايس وبالنسبه للفليفر والافتر تيست، الثلاثه متزنين جدا فوق ما تتخيل. وده مش غريب عليا برضه، انا هفضل اقول لك ده مش غريب عليا. لا هنيجي لما التوقعات ويبقى هنيجي توقع في علينا التوقعات براحتك. بس وانت يعني. انا زي ما قلت لك انا شايف ان دي المانجا، انا مبسوط باللي كده. انا حاسس ان انا باكل مانجا. كم من 10؟ كم من 10 جاهزين؟ 1 2 3 تمانية. 7 9 انا 8 9 8. مبسوط. انا ليه اديتها 7 ما اديهاش 8 وما اديهاش 9 زيكم؟ لان هي مانجا اورجانيك ولكن مش المانجا الحلوه، فاهم قصدي؟ بس يعني دي- انا ليه اروح اجيب مانجا مش حلوه مش مسكره؟ بس رجعت يعني لأول هي الصيف. مانجا حلوه اول الصيف ماشي، كلام بالظبط. جميل. بس المانجا مش المانجا اللي هي ايه اللي بتحبها ديت، المانجا اللي ما تزهقش منها، اللي دي ممكن تاكل مانجا يا عم ده انت مانجايتك مش حلوه، فاهم حاجه؟ فاهم. اسمها مانجا بس حلوه برضو، مش انا ما قلتش شيء بس وحش. انا التوازن بين الايس والفليفر انا مبسوط منه، فعشان لا. كده اديته 8. كلام جميل ماشي. وانت كمان 9. انا بقول دي 9. انا بالنسبه لي انا ما بحبش الحاجات المسكره قوي. كلام جميل. تمام. هو مش مسكر قوي، هو مش مسكر، ومش دي ميزه، خلي بالك مش عيب. هو بالنسبه لي انا ميزه جدا. ماشي. يعني انا بالنسبه لي انا هو ميزه ممتازه جدا. ليه؟ انا بحب المانجا استمتع بيها طول اليوم. كلام جميل. انا يعني لو انا هفكر ابعد عن التباكو واشرب حاجه فواكه، اشرب دي. كلام جميل. اشرب النوع اللي هو بيخليني ما اتجزعش في السكر بتاعه، والسكر بتاعه يبقى مظبوط، والافتر تيست بتاعه يبقى على الشعره. كلام جميل. 9 8 7. توقعاتكم الازازه دي او اللاين ده لاين مين؟ انا لاين شاكك مين؟ برضه في 2 بس يبتدي الأول. صعب. هو انت ابتدينا من المره دي. لا ثواني بعد اذنك، لا، ابتدينا أنا المره دي. بجد- هنبتدي من عندك. والله بيغش مني. ثواني بس. إيش أنا هو مش- بيغش منك؟ شغل الورق ده مش لا بحبوش استنى انا. بقى معلش. بص آه، الراجل ماشي. شديد ليك، ماشي. خليه يبتدي هو. انا بدات الفيبي ستيشن اول واحد. حلو ماشي. انا اللي قايلها قبلها. طب وانت كلام قلت فيبي ستيشن جميل. بعد. ماشي. معلش انت قول انت اول. بيقلدك يعني. معلش طب بقى. ممكن انت لو انت تقول له اتوقع واقول، بس تقول له مش هتقول هي. بمعنى يعني انت مثلا انت المره اللي فاتت انت قلت فيب ستيشن، هو قلدك وقال فيب ستيشن. انت ممكن مره تقول له سكر بانش مثلا، وهو هيقول سكر بانش زيك، فانت تبقى شرط ان انت تبدا دلوقتي بقرار يقول حاجه مختلفه غير اللي انت قلته. انا حاصل. حلو. ها سبرينكلز. سبرينكلز. العبد لله ايه؟ تشابي. شابي. واو. لا 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 تشابي. لا 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 ده تشابي. لا والله لا تشابي. ماشي. لا انا عارف بقول لك ايه. انا مش هغير كلامي عموما. سبرينكلز. انا مش هغير كلامي عموما وبقول ده تشابي. بعد ما الحلقه تنزل بقى هيلاقوا مقطعين الحته دي، فاهم؟ شوف بقى هو كان واثق. انت عارف انا بقى هقول حاجه مختلفه برضو. يعني انت قلت حاجه وهو قال حاجه، انا اقول حاجه مختلفه. لان الواد ده كان جايب مانجا من قريب نفس الطعم ده، دقت منه وعلى نفس الكويل، بس كان جاز فينشي اي 120 فجربته عليه ونفس الفليفر. فمش عارف اقوله ولا اقول زيكم. انت اصلا رحت في حته ورا لما انتوا الاثنين اتفقتوا، انا اختلفت. حصل. أنا هو انا اختلف- معايا فرقم اتفق معاك واحد. حاجه واحده. اه. اتفقنا أنا تشوبي الايس فيها اعلى من ده. لا كلام جميل. الوحيده اللي بتعمل ايس اهدى سبرينكلز. انت قلت ايه؟ سبرينكلز. سبرينكلز. وانت قلت ايه؟ تشابي. انا بقى محتار يا سبرينكلز يا فيب ستيشن. خليك مع اهل اليمين. انا ميال مع الفيب ستيشن والله العظيم.
مفيش ايس. لان انا دقتها معاه من قريب ماشي بس ده مش ما ده. فيهوش ايس، والله العظيم ما كان فيه ايس. ماشي انا فاهم اللي هو جاي كان جايبه التاني. لسه في القرار edition مش تانية. نهائي، اهدى بس ما تكتبش حاجه دلوقتي. كان في ها؟ اديشن تاني، كان في في اديشن بتنزل واحده ايس متوسط وايس حاجه تقريبا حاجه زي كده. ماشي، ما هي احنا جايبين الجولد تقريبا، فاهم انت؟ احنا جايبين الجولد طيب الآيس ماشي، فيها ما الجولد موجود. الايس لا مش موجود، بيبقى لا خفيف. موجود. لا 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 وده مش خفيف، ده يعتبر شبه معدوم. انا مش حاسس بايس. ثواني كده. في اديشن ريحتها باينه. هو انت ساكت ليه الكاميرا؟ ما تهزرش معايا. انا مدي ب 10 جامد. انا مدي ب 10 جامد. انا هفكر على قصر الكبابجي دلوقتي. طب ده يعني ممكن نسيبنا من بيبي ستيشن نروح للسبرينكلز. نروح للسبرينكلز. لا ناخد صفية. بف تاني، ناخد بف تاني يمكن. هو انا ممكن اغير رايي صح؟ خلاص يا باشا، لا. اتاخد يا باشا، قرار اتاخد يا ريس. عشان اتراجع عن قراري. والله العظيم بيبي ستيشن انا واثق. اخر قرار دولي. انا مش لا مش هتراجع اخر عن قرار. اخر قرار يا مش دولي. اخر قرار يابا، ده فيها عزومه. لا لا دولي، لا دولي، خدت وقت كتير معلش. يا عم خد وقت يا عم دولي عشان يابا، القرار حاسس- صح. لا تصدق بعد شفت القهوه الموضوع اتغير. ايه حسيت ايه طيب؟ حاسس في حاجه مختلفه مش عارف. الا وهي بص مش هغير رايي. ماشي، بس قول لي اللي حسيته بعد ما خدت قهوه. يعني انا لو بالنسبه لي هدي في تقييم اعلى، انا ممكن اعليه واحده كمان يعني بالنسبه لي. ماشي عليه براحتك، بالنسبة انا لي. بتكلم في دلوقتي. انا بحسبك توقع ان انت قلت مثلا الاسم ما هو انا كده ده غلط. احترت في اللاين ده. اه ماشي. مش عايز اذكر سبب ليه انا، بس انا احترت في اللاين ده. فانت قلت ايه؟ تشابي تشابي. وانت سبرينكلز. سبرينكلز. وانت دولي. سبرينكلز. ماشي. سبرينكلز أوكي. ماشي. ما والله العظيم انا حاسس 100% ان هو بيبي ستيشن، مش لا، عارف لا. ليه. بيبي هو ستيشن. جاي معايا بيبي دي ستيشن. كان اول واحد. انت لا، معايا أول- ولا ايه النظام؟ يا عم لا بيبي ستيشن مش اول واحد، انا واثق من بيبي ستيشن. ده اللاين ده 2 سبرينكلز وواحده تشابي. ينزل لنا يا ابني باللي بعده. عم بجد القهوه بعد المانجا الموضوع صعب قوي. هي حلاوتها صعب أوي. بتكسر يا اسطى الحلاوه. قبل ما يجيب الفليفر التالت عايز اوضح حاجه بس اقول لكم عليها. مش معنى ان هو مانجا بس، هي الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا. ليه؟ لان الخامات نفسها في اكتر من 12 نوع فليفر خام مانجا. زي مثلا بيبقى في مانجا بتبقى ريحه ومن غير طعم، وفي حاجه بتبقى طعم من غير ريحه، وفي مانجا بتبقى قريبه من البذره، وفي مانجا بتبقى قريبه للقشره. الله. لما نعمل الميكس ده مع بعض ويطلع لك ازازه مانجا، دي مش موضوع سهل عشان تبقوا يا جدعان قلنا فكهاني بقى يا جدعان، فكهاني بحب المانجا يا جدعان. ايوه شوف شرحها لك شنتو ازاي. معلش بعيد عن الموضوع، انت خريج ايه؟ انت خريج ايه؟ خريج سوق العبور. زراعه وفنادق. زراعه وفنادق. لا ده فعلا انا خريج سياحه وفنادق على فكره. ده فيها زراعه حضرتك. تخصص مطبخ عشان تبقوا فاهمين. كده اسم مانجا. قسم مانجا. بجد والله انك تدوق الطعم ده وتكرر ده لاين ايه، قصه صعبه قوي مش سهله. هي المتعه في السسبنس. ايوه بالظبط، بس الموضوع مش سهل، انت بتحتار بين انهي حاجه في انهي حاجه لا 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 لا، بس انا بالنسبه لي انا مستمتع. أنا مستمتع وكل حاجة، بالسسبنس. يلا يا باشا نركب التانك اللي بعده. يلا بينا اهو الكارتج يا باشا. دي خفيفه قوي، مش متوقعه. نفس الكلام اللي انا مش بالنسبه لي. متوقعه. اللاين ده غريب، ده اقل واحد في اللجوم مبدئيا كده. الايس شبه معدوم، في ايس ولكن في يعني مش عارف اقول لك انت ايس، كلمه غريبه بس مفيش مش ايس، وانا مش عايز ايس كده كده. بس سيبك من كده، وفي الفليفر والله ما في فليفر. ليه؟ وقريب من القشره قوي. لا هو انا حاسس مفيش بطعم- قشره حتى، يعني لا، انا حاسس ان قريب هو من القشره يعني. يا عم ده انا كاني باكل رز بلبن بمعلقه كان فيها مانجا. يعني مش حاسس بالمانجا نهائي. بس انا حاسس، ما اعرفش انتوا حاسين نفس الاحساس ولا لا، في سنه منت غريبه، ده اللي حاسسها في القصه. لا ما هو ده الايس اللي في بس الخلفيه. أنا مش بتكلم منت. على كده. المنت حاجه، انا بتكلم على والآيس الايس حاجة اللي تانية. عامل نفس طعم لا المنت. لا مش ما هو المشكله بقى في المانجا. ما انا بتكلم المانجا مش موجوده اصلا، انا مش حاسس غير باللي انا ده عيب الطعم. ازازه، مش اكيد مش عيب ازازه لان لا، هي مش فيها عارف. صفران ده يعني. لا مش هقول لك مش مثلا عارف. ان هي لسه ما اتعتقتش، مش عارف. مش عارف، صعبه. انا مش متوقع ان في لاين في اللاينات اللي احنا مختارينها يطلع بالمستوى ده، مع ان انا كنت متوقع لاين معين. خلي بالك لان انا لما شميت الازايز فاهم، لقيت اللاين ريحته قويه، بس لما حطيته على بقي في يعني صباعي كده ودقته، الطعم اللي هو يا دوبك لمس لساني واختفى. فانا عندي حاجه مبدئيه في التوقعات وهصدمكم، يا رب تطلع. يعني مش عارف ليه بتكلم بثقه كده يا جدعان. مش عارف، المهم بس يعني انا مش عارف الموضوع ده صعب قوي، ومش عايز ان انا اذكر لاين فهو يشيل الليله مش ليلته، فاهم حاجه؟ كلام جميل. بس- طب ماشي، طب ده
مقارنه بالاثنين التانيين لا ما جاش. ده يروح فين؟ ده ما يجيش اصلا. ما جاش. ما جيش. ماشي. وانت بالنسبه لك ايه؟ ما جاش بجنيه خالص. ما على فكره احنا سائلين الناس وقايلين لهم اللاينات ايه واقوى لاينات ايه موجوده، والناس قايلين لنا هم الناس اللي مقترحين علينا اللاينات القويه دي، فان ده يطلع كده فيا اقتراحات الناس خذلتنا يا اللاين خذلنا يا مش عارف. بص هو انا هو في هتعشم مشكلة برضه، هتعشم ان هي ممكن تكون مشكله في الازازه مثلا او مشكله في اللاين، اي حاجه حاصله غير ان هو اللاين بس هو كده. مش عارف. اكيد مش واحد من اللاينات اللي موجوده دي مش هو كده. عندكم قرار نهائي بالنسبه للتقييم الاخير بالنسبه لقربها للمانجا الاورجانيك؟ اكيد. ها وانت؟ تقييمه ضعيف قوي. ماشي. 1 2 3 4 صفر. مش قادر. 1. انا كريم خلي بالكم والله هو ياخد 0 بس انا والله لا 4. مش عارف يبقى عماد 0 وشاند 1 وانا 4. والله العظيم اسف ان لا انا مش متوقع، خلي بالك مش عارف ليه. ما هو انا اكيد في حاجه غلط في الازازه مثلا، هحاول ان انا اقدرها. الخمس لاينات اللي احنا جبناهم مفيش ولا واحده فيهم وحشه. وانت؟ لا الاثنين ممتازين جدا، الاثنين اللي فاتوا دول ممتازين. لا انا بكلمك عن الخمس لاينات اللي احنا جبناهم. هل في حاجه يعني تديك المستوى ده اصلا؟ لا جربتها؟ خالص اطلاقا. ما احنا مصدومين اصلا في الموضوع ده. توقعك لللاين ايه؟ بما انك خبير مانجا وراجل فكهاني وتخصص ايه؟ زراعه والسياحه ولا زراعه وفنادق؟ انت قلت تطبخ مانجا. توقعك ايه؟ توقعي للاسف هو انا يعني مش عايز اقول بس يعني مضطر اقول يعني اللي هو سبرينكلز. ماشي. وانت؟ مع انهم ترشحوا سبرينكلز في الاول خالص برغم ان كان قوي، بص كان مستوى حلو ازاي فرشح سبرينكلز. وانت المره دي معلش هي جابت دبلوماسيه شويه عشان لسه مدي 0، فايه الموضوع ما يبقاش حساس شويه. مش حساس. لا يا باشا احنا ممكن قلنا برضو ان دي ممكن تكون مشكله في أنا الازازه، مشكله في بتكلم حاجات على كتير اسم وان اللاين. احنا ما توقعناش اسم يعني اللاين يا عم، احنا ما بنشتمش حد. انا فاهم. انا مثلا جربت فيبي ستيشن وجربت سكر بانش وسبرينكلز، واخر واحد كان معانا ايه؟ تشابي. ماشي. الوحيد اللي ما جربتوش كان اي فيب. ماشي. فانا هقول اي فيب. هتقول اي فيب. ماشي. وانا بالنسبه للتيست اللي انا عملته قبل ما نصور بالنسبه لدقه الازاز واللسعه والشعور اللي انا حسيته دوت هتفق معاك. مش عارف ليه بس هو بص انا محتار يا هو يا سكر بانش، بس انا هتفق معاك لان انا هثق في رايك. هثق في رايك المره دي، ولو لبستني في حيطه اقسم بالله بص عشان انا العشوة. هشيل الحشو. ماشي. يبقى احنا كده عندنا 2 سبرينكلز وواحد اي فيب. يلا بينا يا ابني اللاين اللي بعده. 4 يلا واللاين اللي بعده يا باشا. كلام جميل. نفتح الاير فلو سنه. اخيرا. ايوه كده. عرفته. افتح الاير فلو سنه. عرفته والله عرفته. الثقة حلوة، الثقة حلوة مفيش كلام، بس هنعرف في الآخر. عرفته وحبيته. هو دي اللي انا عايزه والله العظيم. تصدق بقى يعني مفيش ايس خالص لغايه دلوقتي، ما حسيتش ايس نهائي، وحاسس بمانجا مش مسكره. عارف انت حلوه بس مش مسكره. النقله بالنسبه لي عارف انت بالظبط اللي هو بتاكل من القشره اللي جوه المانجايه. انا ده اللي فاهم؟ حاسه. من اول ضف القشره داخل جوه المانجا للبذره جواها، فانا مبسوط. اللاين اللي فات مقارنه بده ده راح في حته معايا قويه. تقييمك ايه؟ تحليلك ايه؟ شايف ايه؟ ممتاز جدا. ماشي. بالنسبه لايه وايه وايه وايه؟ يلا اديني حته بقى. انا احنا زي ما احنا بحبك. بنتكلم هو احنا اتزان في 3 حاجات. الايس، الفليفر، افتر تيست. ال3 دول ممتازين برضو بالنسبه لي. حلو. ومفيش ايس. الايس ضعيف. ما في حلو ده انا بالنسبه بس لي دي حلو. ميزه. حلو. انا جميل. اصلا احنا مترجتين الليكويد من غير ايس. حصل. ماشي. وانت؟ ده بالنسبه لي نفسي قلت لك انا لسه من اول بف انا حاسس ان انا من اول ما باكل المانجايه من القشره اللي جوه المانجا انا مبسوط بالتجربه دي. الايس فيها هادي قوي وده ذوقي الشخصي. انا مبسوط باللاين ده بالذات. وانا عجبني والله. فكرني بقول لك حاجه. عارف المانجا الهندي اللي هي بتبقى الطويله سنه ديت؟ هي دي. حصل. دي نفس المانجا الهندي اللي هي مش مسكره في نفس الوقت لحم وحلوه. هي دي بالظبط. انا حبيتها. انا مبسوط بده جدا. كم من 10؟ يلا 3 2 1 8 2 8 1 9. يلا بينا والله لاين يستاهل. اللاين الوحيد اللي انا رفعت فيه قوي. ده 9. عماد 9 وانا 8 وشاندو 8. يلا بينا نتوقع اللاين ده ايه. يلا بينا. عندك توقع يا استاذ عماد؟
ما هو انا في 2 بالنسبه لي بس. عندك توقع يا الشندو؟ عندي توقع. ابهرني. اي فيب. اي فيب ابهرني. سكر بانش. سكر بانش قرار نهائي. قرار نهائي. انا بقى مستغرب لان ده كل مدى يعني كل باتش بيبقى احلى من الباتش اللي قبله، وانا عارفه وواثق فيه. مستغرب مش عارف، لا مش واثق، صدق بقى مش واثق. ما بحبش يا اسطى، اصلا البرنامج قايم على فكره حته السسبنس ديت، فانا مش عارف. نروح 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 نروح. هو اي فيب برضه انا اتوقعه، بس اي فيب لا، انا اي فيب رشحته عشان حته الايس. انا عارف ان اي فيب بيحط سن التلج كده. وانت رشحت ايه؟ سكر بانش. سكر بانش. لان سكر بانش بينزل 2، واحده سوبر كول اللي بقى جديده وواحده القديمه اللي هي ما فيهاش ايس خالص. بص فده معلومه بس ليكوا، انا اصلا اول مره في حياتي اجرب اي فيب. كلام جميل. بس في ممكن اقول هو شبه مين؟ هو شبه تشابي. يعني ممكن الموضوع يختلف ما بين تشابي واي فيب، بس انا برضو مصر واقول ان ده اي فيب. انا تشابي وربنا انا تشابي. يلا انت مش قلت تشابي عشان انا اصلا عمال اقول هو تشابي مش هو، فاهم؟ لان اي فيب انا بص بقى اقول لك ليه شكيت ان هو مش اي فيب. لان الايس سيبك منه. رقم 2 لون الليكويد. لون الليكويد هنا شفاف. بص في الاولاني الليكويد بتاع اي فيب بيبقى اصفر سيكه كده، فاهم؟ انا فمن هنا مبدئيا سكر بانش كده. طب انا خد بالك انت ماشي مش انا عارف قلت 2. طب انا قلت مش 2، هو قال اي فيب، انا قلت تشابي. هو مش اي تشابي انا قلت تشابي في رقم 2 اصلا. طيب زي ماشي الفل. خلاص. وانت قلت ايه؟ سكر بانش. لو حد عايز يقول نفس الاجابه عادي. عادي مش مشكله، عادي مفيش مشكله. يبقى احنا كده معانا انا تشابي واي فيب وهنا سكر بانش، صح كده؟ خش باللي بعده يا ابني والله بينا نفصل. البتاع الجميل اللي بقى العمون نعناع يا جدعان. تفصل في الدي ال جامد. الازازه دي تحفه قوي. حلوه. هي عارف ممكن مش تحفه، ممكن تكون ليكويد مانجا عادي، ولكن هي جت بعد كارثه، فاهم؟ جت بعد الليكويد اللي قبله كانش في حاجه خالص. فانت ايه ده؟ هو اخيرا حاجه جت، فاهم؟ احنا ممكن يكون حاجه بره نوصل لنا كده، ممكن يكون حاجه من الاثنين الاولين احلى منه. 5 اخيرا. ايوه 5 اخيرا وليس اخيرا. الخمسه ماشي. احي احنا كده فصلت دي ماشي. بق قهوه كمان نبقى ختمناها عشان نخش على الفليفر نكسر على طول. شيل يا باشا يلا. واخدين بالكم الكارتجات بحطها قدامكم عشان اقول لكم احنا الصرف باين. يا مسهل. نفتح الاير فلو شويه. نفتح الاير فلو. يلا بينا. خلاص عرفت على طول يا اخي الثقه دي المفروض. انا خايف من الثقه دي اقسم بالله. انا مش والله ما يسيبوني في حياتي. انا مبسوط منك يا عماد. طب انا عايزك تقول التوقع بتاعك ايه هو؟ ده تشوبي. ماشي خلاص. انا خدت حته اللي ايه انا من غير اي حاجه ده تشوبي. استنى ناخد بف كمان. استنى ما تكتبش. انا هنا حسيت في ايس والمانجا اقل. انت ايه الكلام؟ وانا ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هو سكر بانش جاي كولد ولا اكسترا كولد؟ كولد. جاي ايه؟ هات الازازه. كولد. كولد. هنتاكد برضو. اتاكد ونقول لك. اعرف كولد ولا ما تجيبش الازازه؟ ما تجيبش الازازه. كولد. كلام جميل ماشي. ايه رايك في اللاين، في الليكويد، طبقات، في الليفرات، الكلام ده كله؟ هو مزود الايس قوي ومخلي المانجا عامله ميوت قوي فيه، رغم ان ده مش فكره ايس اصلا، الازازه مش مكتوب عليها كده. ما هو الفكره هو يعني انا يعني توقعت ان هي تبقى اكسترا ايس مش ايس. والمانجا ضعيفه. ايه الكلام؟ بالنسبه لي في بدايه البف بحس بمانجا، بعدها خلاص بتروح بقى بتبعد قوي على حسب ما بتاخد البف في 3 ثواني ثانيتين 4 هو بيبعد عمال يروح معاك. فلا انا مش حاسس بالمانجا غير في اول لما باخد بف بس وخلاص. انا والله يعني والايس فيه لا الايس فيه مش مزعج بالنسبه لي اكتر من بف. بالنسبه لي الموضوع مزعج. مزعج. انا توقعت اللاين وما قيمناش اساسا من الاول. لا احنا مش بنتوقع، احنا مش بنحلل متوقع. الليكويد دلوقتي. انا سابق عصري بس شويه. يعني انا الايس اقول لك حاجه مثلا، شفت اللي هو اللي كان سيء شويه او اللي ما جاش خالص ده احلى منه بكتير. طبعا مش بكتير لا مش بكتير. لا مش بكتير، ولكن الباقي كله احلى منه. يعني هو بس يتفوق على اللي قبله، مش على اللي قبله، على اللي قبله على طول اللي هو رقم 3. حصل. انت انا حاسس بالموضوع. ما يعني هو ارحم اكيد. يعني انا مثلا لو دقت رقم 3 اهو، ثواني. لا ده يكسب بكتير اكيد. لا اكيد في فرق.
كلام جميل. انا عندي يا باشا قرار نهائي للتقييم. لا قبل من التقييم بس، الفكره ان هو بيبقى فيه افتر تيست بس مش مطول. يعني انا لما بخلص الكلاود واسيب الجهاز المفروض ان انا افضل حاسس بالافتر تيست بتاعه. ماشي. هنا ما بيكملش بالظبط دقيقتين بيختفي. وانا اسف والله، حاجه تانية اقول لك عليها لاحظتها، صوره هيت يعتبر مش موجود كمان. يعني مش هقول لك الايس طاغي عليه، لا انا مش حاسس بصوره هيت نهائي. لا انا حاسس ان الايس طاهي قوي على المانجا، مخلي المانجا مش موجوده. والصوره هيت موجود اصلا، انا لا. مش حاسه موجود برضو. لا. وانت؟ بحاول بس اجمع الستروت هيت. انا بالنسبه لي كلهم مطلوب منهم ادائهم، ما عنديش كلام مشكله جميل. في اي حاجه. ماشي. كلهم ادائهم دي اللي في ستروت هيت، ما عنديش مشكله في ده. ماشي. بالنسبه للثلاثه ما عنديش ماشي. مشكله في ده خالص. مش مطلوب منك انا حاسس تعمل انه أكتر من كده. اضعف. مش مطلوب منه مهما كان اضعف ايا يكن يكون معدوم. ماشي. مش مطلوب منك تعمل اكتر من كده. ماشي بس. خلاص سيبنا من الحته دي. بالنسبه للفليفرات والايس والكلام الفليفر انا بالنسبه لي بيبعد شويتين ثلاثه، يعني بعد بيبعد. في اول بف بيبقى المانجا ظهر، ماشي. بعدها الموضوع بيبعد بيختفي بالظبط. لكن وبيزيد عليه الايس. كل ما بتاخد البف الايس بيدخل اكتر، يعني المعادله طرديه. صعب قوي. يعني انا بالنسبه لي هو انا بسحب حاسس بالمانجا جدا، بس الايس وانت بتخرج المانجا اختفت خالص تماما. كلام جميل. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك كده، الايس طاغي اكتر من الفليفر ذات نفسه، ومش حاسس بالثروت هيت، وشايفها اقوى من رقم 3 واقل من ال3 التانيين. حصل. فانا قراري نهائي. يلا 1 2 3 5. ايه 3 5 يا والله. هو ما يستاهلش اكتر على فكره والله العظيم. يعني وممكن برضه يكون الدور ال5 دي مقارنه برقم 3. احنا كلنا جمعنا على رقم ال3 اللي قبليه. احنا كده نسينا. هبدا ايه بقى في الاخر؟ توكل الله. توكل الله. سكر بانش. توكل الله. شابي. مش مغير اجابتي خلاص. انا عايز اقول لك حاجه بقى، ان الاستحاله ده يبقى تشابي، ده تشابي. لان انا عارف تشابي، وتشابي بيلعب في حته الاورجانيك دي. انا عارفه. ما هو المشكله ان انا عارفه، بس انا بالنسبه لي ما هو ده حاجتين، يا سكر بانش يا تشابي. يا تشابي. انا قلت سكر بانش في اللي قبلها. ماشي. فمش عايز تكرر فهتقول تشابي. فاهم. انا هقول ولا اعمل اجابه يعني خلاص رسيت على ايه في الاخر؟ ما تقول انت اول. لا مش هقول. انت قلت ايه؟ هو ايه يا عم اللي هتقول انت؟ ما هنقول سوا. انت سايبني انت كل مره اول انت نسيت صح؟ انت قلت أنا سكر نسيت، أنا ما بانش. برجعش وانت اخر اجابه موضوع. انت قلت تشابي. ماشي. تشابي. سكر بانش. سكر بانش. كده احنا قيمنا ال5 لاينات. على فكره في لاينين هم اللي يعتبروا خيشوا شويه معانا، ولكن للاسف طبعا ان هم خيشوا كده. ممكن يكون عيب في التخزين، عيب في التوصيل، عيب في الازازه نفسها اللي جات لنا، ولكن في الطبيعي او بعد اقتراحات واسئله الناس كل الناس جاوبتنا الاجابه الصريحه والاجابه القويه ان ال5 لاينات دول هم اقوى 5 لاينات الناس جربوهم، واقوى 5 لاينات احنا كمان جربناهم. فتحيه اولا لكل صناع الليكويد والخمسه كلهم طبعا. والله. يعني مانجا مصريه انا متوقع، انا بقالي كتير ما شفتش مانجا مصريه، فلما جربتها لا حلوه. حصل. احنا عندنا اوبشن. يعني انا زمان كنت ضد الليكويد المصري شويه وبحب البريميوم، لا في ليكويد مصري قوي اهو. بس في حاجه برضو عايز اقول لك عليها، يعني برضو ندي فرصه لرقم 3. يعني نديله فرصه ونجرب. يعني ندي فرصه تانية نقول هل هو فعلا مشكله تخزين او مشكله الباتش مثلا، عشان خاطر ما نظلموش. انا شخصيا هو مفيش ظلم. ليه مفيش ظلم؟ ليه مفيش ظلم؟ لان احنا سائلين الناس، والناس هم اللي مرشحين اللاينات. فاستحاله حاجه الناس تقول عليها حلوه والناس كلها تجمع عليها ان هي حلوه، مش على لاين معين، بتكلم على 5 لاينات تجمع ان هم اجمد 5 لاينات بالزبط. وفي الاخر حاجه تخيش. ده برضو اكيد مش عيب اللاين. وانا شخصيا عشان بس لما اديله تقييم 0 ما اديتلوش حتى 1، فانا بعد ما اعرف هو ايه انا لازم اجيب ازازه مختلفه بعد كده اجربها تاني. لا عادي عشان احاول اديله يا باشا هو ده الصح. كل حد فينا ايا كان هو ايه هو هنجربه ونعيد تاني عليه. يعني كلام جميل. اهم حاجه دلوقتي قبل بس ما نخش على النتيجه وفقره التوقعات، الناس اللي ما عملتش لايك فين بامانه والله؟ عايز اعرف انتوا ليه ما عملتوش لايك لحد دلوقتي، احنا صارفين كتير وما شاركتوش معانا ليه في الكومنتات، لان انا عايز اعرف منكم حابين مين الضيوف اللي يجوا معانا المره الجايه، وحابين نعمل فيديوهات ام تي ال ولا دي ال، وحابين نعمل فيديوهات على فليفرات ايه. كل التفاصيل دي انا مستني اعرف كمان فين انتوا في الكومنتات. فين عايزك برضو تقول لي، هل عايزين حد من اللي معانا من الضيوف دول يجوا في الحلقات الجايه، ولا نفكنا منهم خلاص نشوف حد غيرهم؟ بس انا شايف لو في حاجه فاكهه كمان فهيجي معانا خريج سياحه وفنادق. هو خريج زراعه وفنادق. زراعه وفنادق قسم مطبخ، هو ده اللي ممكن يعمل لنا. تيجي التقييمات ايه يا مستر احمد؟ يلا بينا فاجئنا. عايز اول حاجه تقييمات اللاينات. قبل ما اقول لك حاجه، قول لنا تقييمات احنا كام واحد فينا توقع صح مبدئيا بس في حد جاب 0؟
في حد جاب صفر؟ في حد جاب صفر، لا والله العظيم والله في حد جاب صفر. ما تهزرش. والعزومه جايه علينا. اوبا مش هنقول مين، مش هنقول مين، مش هنقول ماشي. مين، ماشي. هنعرف في الاخر. ما تهزرش. عماد جاوب كام واحده صح؟ اتوقع كام لاين صح؟ اقول ما ارجوك احنا بنسالك عشان نقول ونعرف والله. ولا تقييم صح. اوه ما تهزرش. 5 تقييمات. قصر الكباب جاي. 5. احمد يا باشا قلنا اول الفيديو. العشاء عند احمد، عند عماد محسن خلاص. وشندو شاندو والله هو كان هيبقى 3 لولا الاختيار الاخير اللي هو بين ايفيب وتشابي. هو اختار ايفيب، لو كان اختار الشابي كان هيبقى 3. فشاندو ثانية واحدة، كده ثانية 2. شاندو كده 2 من 5 صح. لا لحظه واحده، انا قلت اخر واحده تشوبي. لا مش اخر واحده، انا بقول لك تقييمات. بنتكلم عن الراجل ده. كان انت مالك انت؟ انا بتكلم اخر واحده، انا هنا تشوبي. الكلام ده صح. ثواني يا عم، يعني كده ده صفر وده 2. 2 وأنا؟ الدولي 4 صح. لا والله العظيم حلو. 4 لا. صح. والغلطه الوحيده الغلطه الوحيده اللي انت عملتها في حياتك انك مش اتفقت كتير. مع عماد لما قلت واطي. انا اصدق صح يعني. انك اتفقت معاه في انا كنت سبرينكس. المفروض اتوقع ان دي غلطه لان انا كنت متفق معاه. دي الحاجه الوحيده اللي انت قلتها غلط. يا نهار ابيض. وكو- 4. لا 4 ده رقم جامد قوي. وعايز اقول حاجه، بس عايز اقول حاجه ان الخمس لاينات اللاين الوحيد اللي انتوا اتفقتوا عليه كلكم غلط. يعني لما انت قلت ناس برينكس هو قال شابي، هو اللاين ده الوحيد اللي ما خدش يعني ولا حد. بقول لك ايه، ولا رقم توقعه 3 ده صح. كان ايه؟ رقم 3 كان رقم 3 هو كان ال- سبرينكس. سبرينكلز. ازاي؟ لا والله ازاي؟ انا توقعت صح. انت رقم 3 توقعت صح. وشاندو توقعه صح عشان رقم شانكو توقعه صح. ده سبرينكلز. لا سبرينكلز لا ما يعملش كده والله، ما يعملوا كده. ما هو مش معنى انتوا الاثنين توقعوا صح. لا بس هم جامدين سبرينكلز، ما يعملوش كده. ما هم ما بيعملوش تهزروش. كده، بس انا حسيت ازاي؟ صعب قوي. انا حسيت صعب قوي. واحتمال كبير، ازاي احتمال كبير سبرينكلز؟ ان هو عيب تخزين. هو في حاجه غلط، مستحيل يكون ده سبرينكلز شربته اكتر من مره. احنا قلنا في الفيديو كلنا بررنا، قلنا ممكن يكون ازازه مش ده أكيد. ممكن يعني لا بس لا سبرينكلز، لا سبرينكلز يعني حتى كان عندي من الليكويد الاساسي اللي كان لازم يكون مشارك معانا في الحلقه، لان هو اصلا يعتبر من التوب 1، يعتبر مش هقول لك توب 3 من اقوى حاجه، ولكن يطلع كده خذلتني. او المحل اللي احنا جبناه منه هو اللي خذلنا. احتمال والله عيب تخزين. احنا مش ظالمين اللاين، بس احنا ممكن يكون بس كبير الازازه حصل فيها مشكله. الاخير معانا في اللاينات خد كام نقطه يا باشا؟ 5 نقط سبرينكلز. 5 نقط. 4 1 الله 0-4-1 يعني اخر لاين ده اللي احنا اصلا ماشي. اللي هو راين سبرينكلز خد هو كام اقل بوينت؟ تقييم 5 نقط. ماشي 5 5 بوينتس بس. بوينت. اللي بعده واحد في التقييمات من اقل، احنا بنطلع من تحت لفوق. تاني واحد سكر بانش ب 15 بوينت لما كلكم اتفقتوا عليه 5 5 5. حلو. اللي هو رقم اللي هو انهي واحد؟ اللي هو اخر واحد رقم 5. رقم 5 اللي انا قلت اعلى من الثالث، اعلى من اللي هو أعلى من التالت. اعلى منه مظبوط. حاجه بسيطه. ماشي مظبوط. والله العظيم بالنسبه للفليفرات والتقييم، التقييم ده عادل يعني. انت حكم محترم خلي بالك. مظبوط. ماشي خد يعني الاول خد 5 الثاني 15. 15. التالت من تحت اي فيب ب 20 نقطة. الثالث اي فيب 20 نقطه اللي هو كان بالظبط. انهي واحد بقى؟ اي فيب كان اول واحد اللي كان فيه ايس. اللي كان فيه يا اسن عم ايس. انا وربنا كان قايل لك. عماد كان تقييمه 5. الدولي كان تقييمه 7. شاندو كان تقييمه 8. عارف لو الايس قل سنه، لو الايس اختفى والله العظيم اديله 8 والله. قلنا ده اللايف، قلنا اي فيب خد كام؟ خد 3 خد 20 خد 20 بوينت. خد 20 20 بوينتس تمام. هو اللاين رقم 1 الازازه رقم 1 ماشي. معانا في اللي احنا جربناه. كلام جميل. طيب بعد كده اللاين تاني. ديب ستيشن. ايوه اللي هو لاين رقم 2 جربناه. رقم تاني واحد 2. جربناه خد 24 بوينت. عاش والله. 8 كان كان رقم 2 كان رقم 8 7 9. انا توقعت صح. اللي انتوا كلكم توقعتوه غلط. كله لما انت قلت سبرينكز والدولي وشاندو قال شابي فدي كانت كلنا اللي انتوا وتوب 1 كده توب 1 اللي هو تشابي شابي 25 نقطة. ده اللي كان مانجا الهندي اللي انا قلت عليه مانجا هندي. 8 9 كان رقم 4. يا باشا هو يستاهل والله. والايس يعتبر شبه مش موجود. وانت على فكره كان اكتر من فليفر مانجا، مش فليفر واحد. ايوه صح. يعني الميكس اللي معمول مديك شعور جامد أيوة قوي. نقول بقى الترتيب من الاول للاخر. تشابي في الاول 25 نقطة، الثاني فيب ستيشن 24 نقطة، الثالث اي فيب ب 20 نقطة، والرابع سكر بانش ب 15 نقطة، واخر واحد
سبرينكلز ب5 نقط. عندنا دلوقتي اخر فقره معانا، وهي انك ممكن تدي نقطه تزود نقطه اللاين او تنقص نقطه اللاين. معاك اوبشن واحد، يا تزود يا تنقص. ممكن لاين مثلا كان حاسس ان هو يستاهل نقطه اكتر، لاين حاسس ان هو ابدع اكتر، لاين حاسس ان انت اديته اكتر من حقه فعايز تنقصه درجه. كل واحد فيكم معاك خيار. هل انتوا جاهزين او عندك قرار نهائي لحاجه زي دي، او عندك شك انك كان ممكن تتوقع او كنت تدي حد نقطه زياده تتوصى بيه بالخلاصه يعني؟ ممكن اول واحد خالص مش يوصل. اول واحد اللي هو ايفي. كلام جميل. بسبب واحد ان انا ظلمه بسبب قصه الايس. كلام جميل. فخلينا انا ممكن ازود كذا نقطه. لا هي نقطه واحده، انت ليك تزويد حاجه واحده. تظبيط حاجه واحده. تزويد حاجه واحده. تزويد. لاين واحد تزوده لاين واحد او تنقصه او تزوده، اختار حاجه منه. لا انا هزود شابي. ده هو رقم واحد اصلا. ما لا خليه واحد مول قوي. لا اول واحد رقم شابي. واحد واحد الكسبان معانا تشابي. شابي. خلاص خد النقطه شكرا ماشي. بقى كده تشابي 26 بقى 26 وانت شابي زودت جدا. ايفيب بقى كام؟ ايفيب بقى كام؟ هو زود واحده ايفيب. اه ايفيب بقى 21 وتشابي بقى 26. وانا هزود النقطه بتاعتي بقى لسبرينكلز عشان انا ما كنتش اتوقع ان هو يبقى كده فاهم، واكيد دي غلطه فانا هزوده نقطه. لو بقيت ازوده اكتر من كده لان سمعته سابقاه فبالنسبه لي محسوم. هو لاين محترم. انا واثق ومتاكد ان في مشكله في الازازه او عيب تخزين. انا واثق ومتاكد من سبرينكلز ان هو استحاله ان هو الطعم ده يحصل الموضوع ده. وارد جدا وطبيعي ان هو بيحصل معانا. وفي سؤال لازم اساله للضيوف اللي معانا النهارده، ولكن قبل ما اساله عايز اعرف شعور عماد بعد ما قال لك انا هعرف ال5 لاينات وكم مراهنه ايه. مساء الفل عليك. ما هو انا هفهمك. فهمني انا مبسوط. ارجوك فهمني. انا مبسوط ان انا ما عرفتش اي لاين فيهم. مبسوط انك ما عرفتش. لسبب واحد انا عندي شايف وجهه نظر مختلفه. ان انا اي تقييم اديته ما اعرفش اللاين ايه واديته على حسب الاداء بتاعه على حسب كل حاجه. كلام جميل. على اني ما اعرفش اي حد. ده معناها ان في عداله في الموضوع وفي مصداقيه. يعني انا مثلا لو كنت عارفهم كنت ممكن ادي اللي هو اللي انا اديته 9 او اديته 0 فانا عارفهم هم مين والقصه دي كلها، فان انا اقلل الاداء اقلل البوينت بتاعته او اعلي البوينت بتاعته. ان انا ما اعرفش حد فيهم. كلام جميل. فانا اديت البوينت زي ما هو يستحق بالظبط. بس مش بتكلم على المصداقيه وانت عملت ايه، مش بتكلم على الكلام ده، انا بتكلم عن شعورك وانت جايب 0. في لعبه بيلعبوها بره كلمني على رخيص. ايوه بس ده الموضوع. هنطلب دليفري اهم حاجه ولا احنا هنعمل ايه؟ لا احنا نروح بنفسنا. نروح بنفسنا. جيبك عمران. انتوا هنروح بنفسنا ليه؟ جيبك عشان يسيبنا عمران. ويجري. لا ما تقولش كده. هتسيبنا وتجري. قبل ما تروح هتسيبك واجري. نعيد الفيديو من الاول ونشوف هو قال ايه في الاول. مفيش الاوبشن ده يا حاج. هو قال انا واثق من الفوز وواثق ان انا يعني اول 5 صح. هيجاوب ال5 صح. ماشي. ده ولا واحد صح. ده كان نابع من التهديد. ده كان نابع من هو ما جاوبش التهديد. ولا واحد صح. ثانيه واحده بعد كلامي. اذنك. ثانيه واحده. وانا على كلامي بقول انا زي ما قلت في اول الفيديو هو هيشيل العشوه كلها. جماعه وانا هشيله. انا عايز اقول حاجه مهمه قوي. مبدئيا احنا في اخر الحلقه. ثانيه واحده قول. اوعى حد يشرب مانجا بعدها قهوه. بعيدا بقى عن كل ده خالص. اوعى تعمل حاجه زي كده. ليه يا عم؟ احلى حاجه ان انت تفصل بجد، بتغير طعم المانجا من بقك. الموضوع صعب قوي. طب ما ايه لازمتها؟ ما انت بتفصل بيها ليه؟ عشان تمحي الفليفرات اللي انت خدتها. ما تفصلش اسهل لك. لا عظيم المانجا بعدها قهوه دي صعب اختراع ده بشع. احلى فصلان في الدنيا. انت مش كيف قهوه ده موضوعك. لا دي حاجه ودي نيجي حاجه. للموضوع الاهم. ايه رايك في فكره البرنامج وبان دي الحلقه الثانيه وانت مشرفني ومنورني، فعايز اعرف ايه رايك في فكره البرنامج من البدايه للنهايه، تحليلك كامل. الفكره لا بالنسبه لي جامده قوي. وخدوا بالكم اللي انتوا شايفينه ورا الكاميرا اللي هو انا هعرف اللاين ده وهعرف اللاين ده. انتوا لو قاعدين هنا قدام الكاميرا مش هتعرفوا حاجه. الموضوع مختلف. لا الموضوع مختلف. يعني انا عارف اللاينات قوي وشربتها كتير بما اني كنت في ستور والقصص دي كلها، لكن لا الموضوع هنا مختلف تماما. تمام. بس كده ده اللي انا زي الفل. دوس لايك. دوس لايك. وانت رايك ايه يا برنس في البرنامج؟ بصراحه انا اول مره في حياتي في خلال انا خبرتي في الفيب انا اول مره يعني اعمل التجربه ديت، وتجربه جميله جدا 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 وخصوصا مع الدولي. بصراحه يعني انا يعني الموضوع ده يعني ده جديد عليا. وطبعا مع فرق الخبرات وفرق ان انا ببقى في استورات وكلام من ده انا واخ عماد. طبعا في فرق خبرات. فرق خبرات طبعا. فرق خبرات عارف اللاينات. جبت كام؟ 2 احسن من اللي جاب 0 يا باشا. 2 احسن من اللي جاب 0. احسن طبعا. احسن طبعا. مؤاخذه يا عماد. خصوصا في حاجه يا عماد. خصوصا ثانيه واحده بس. انا اتكلمت وانت بتتكلم. ايوه ما اتكلمتش. تمام. كمل. فانا دلوقتي انا واحد كخبره تمام ان انا بقى عندي نقطتين قصاد 1-0.
ولا قلت ان انا لا، واثق رد. من الفوز، ولا قلت ان انا هجاوب الخمسه صح، ولا اي حاجه من الحاجات دي. ثانية انا واحدة، سكت ما اتكلمتش. ثانية من حق وأنا قلت لا لحظة أول واحدة، فيديو. لحظة واحدة. بس انا ما ثانية بس. اتكلمتش. السؤال ليكوا انتوا تردوا عليه في الكومنتات، عمركم شفتوني بشرب ازازة فاكهة؟ نعم. ولا انا مش لا بشرب. لا ولا لا أنا. لا هو لا ما بيشربش بس فاكهة. يا ولا باشا أنا. انت راجل شغال في في ستور إثبات. وذواق ملهاش علاقة، ملهاش في علاقة. اثبات، في فيديو انا عامله ازاي تختار الليكويد المناسب ليك. في اثبات انا قلته جوه الفيديو دوت. انا اكتر حاجه قريبه منه القهوه التباكو. تمام. اول حاجه انا قلتها، انا التباكو رقم 1 عندي بالنسبه لي. معنى ان انا اطلع بنقطتين في الفاكهه وفي المانجا، معنى ان اطلع نقطتين قصاد 1-0. انا مش ثانية هتكلم. واحدة. A few moments later. مستني رايكم في الكومنتات. اولا ايه الفليفرات اللي عايزيننا نقيمها الفتره الجايه، دي ال ولا ام تي ال؟ مين هم الضيوف اللي انتوا حابين يكونوا موجودين معانا؟ هل حابين ضيوف من الحلقه اللي فاتت مع الحلقه ديت، ولا حابين ضيوف نفس الضيوف، ولا حابين ضيوف جداد، ولا ايه رايكم في فكره جديده؟ انا بفكر اجيب لكم يوزر، يعني ناس مستخدمين، ناس بتشتري اوريدي، هم اللي يجوا ويقعدوا ويقولوا رايهم ويتاكدوا من مصداقيه البرنامج اللي احنا بنعمله ومصداقيه الفكره. وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب بتوعك، ولو عايزين ننشر الحلقات دي على الفيس هستنى رايك في الكومنتات. كان معانا نجوم الشرف وضيوف الشرف مستر شندو غلب ازلي او مستر شانزو المصطلح الجديد، وكان معانا مستر عماد بطاريه، لو حد فاكر كلمه بطاريه دي. كان معاكم اخوك اسلام الدولي، واعرف مزاجك بالتفصيل وفكك من التطبيل. سلام. وربنا حلقه جامده والله.